ازيكم يا حلوين، وكل سنة وانتوا طيبين. عملت شوية حاجات جدا لرمضان واجواء كده حلوة. عملت خداديات وكمان مفارش، وكمان عملت عياشة سهلة جدا وبسيطة. وعملت ليها مفرش كده صغير شكله حلو. وكمان يا بنات هنعمل مع بعض الستارة، ممكن تعلقيها عندك في اوضة الليفنج او في الريسبشن. وكمان يا بنات انا عملت شويه مفارش كده حطيتهم في اوضه الليفينج، وطلعت الباقي بره في الريسبشن علشان يدوني شكل حلو جدا على البوفيه. وما نسيتش طبعا السفره، عملت لها كده مفرش صغنطوط علشان يدينا اجواء رمضانيه واحنا بنفطر على رمضان. وكمان عملت مفرش برضو في المكتبه التانية. ما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو اضغطي لايك على السريع، ويلا نشوف الفيديو مع بعض. دلوقتي يا بنات معايا الخيامية، ده متر ونص من الخيامية بالظبط. طبعا تقدري تجيبيه من عند الراجل بتاع القماش، او ممكن في مكان اسمه الخيامية كده في القاهرة بتجيبي منه بقى القماش ده. في منه نوعين، في الرسمة دي وفي رسمة تانية بس بتبقاش متحددة متقسمة، يعني هقول لكم ازاي. وده كده شريط انا جبته عشان تزيني بيه مثلا الحاجة المفارش اللي احنا هنعملها مع بعض والحاجة اللي احنا هنعملها. في منه الوان، والمتر كان ب5 جنيه. كان في منه متر ب2 جنيه، بس حسيت ان هو الخامة بتاعته مش نظيفة. دلوقتي احنا يا بنات هنعمله بقى بالمقص كده. هنظبط الاول القماش بتاعنا ونقصه بقى ونشوف احنا ايه. هنرتب الافكار وهنشوف عايزين نعمل ايه من القماشة دي. بصوا بقى يا بنات، انا عايزه اقول لكم حاجه عامه. يعني لما تيجي مثلا تجيبي قماش خياميه مثلا متقسم زي ده، علشان تستفيدي بكل قطعه من القماش وتعرفي تطلعي حاجات منه كويسه، حاولي ان انت تستغلي المربعات اللي موجوده في القماشه. عندك تقصي، ممكن تقصي المفرش ده كده. خلاص ممكن تستخدمي كمفرش. وكمان عندك الزاوية دي ممكن تقصيها برضو. تحاولي ان انتي تقصقصي كده المربعات، وعندك شكل كده سمبوكسات ومربعات صغيرة ومثلثات مثلا تقصي كده. وكمان عندك المربعات الصغيرة دي. وفي هنا الشريط ده ممكن لو قصيتيه لوحده تعمليه زينة. وده هنا فيه برضو مربع تاني اهو. اهم حاجه يعني ان انت ترتبي افكارك كويس قوي قبل ما تقصي، وتشوفي انت هتستخدمي في ايه وعايزه تعملي ايه بالظبط. احنا هنعمل ستاره وهنعمل مفارش، وكمان هنعمل حاجات للخداديات. يعني هنستخدم ايه الحتت الكبيره دي للخداديات، والباقي هنعمله ايه مفارش للسفره والبوفيه والحاجات اللي احنا عايزينها. طبعا احنا هنستخدم المقص، وهبتدي ان انا اقص الاول ايه القماش بتاعي. بصي يا بنات، انا كده طبعا قصيت القماش اللي انا هطلع منه الافكار بتاعتي اللي انا هعملها. عملت لي كذا قماشه، في قماش طويل ده كده بصوا اهي. ده هنعمله مفرش مثلا للسفره. خلاص. او ممكن نستخدمه في العياشيه اللي احنا ايه هنقصها على حسب يعني الحجم. ودي مفارش صغيره. دول اول 2. بصوا ده كده شكلها بعد ما اتقصت. خلاص اهي. ممكن بقى نعملها مفارش، نعملها للخداديات، نعملها كيس مخدة بقى على حسب ايه ما هنشوف هتطلع معانا ايه. تمام. وده هنا دي واحدة تانية برضو، ده مفرش تاني. ده كده الرسمة اهي. بصوا اهي يا بنات. طبعا انت عندك افكار كتيرة جدا ممكن تعمليها. اهم حاجة ان انت بس ايه تنظمي في موضوع القص ده، تقصي كويس. ده برضو انا قصيت المثلثات والمربعات دي مع بعض كده، حسيت ان انا ممكن اعمل منها شكل لوحده. خلاص. طلعت لي كذا قطعة. بصراحة يعني كانت القصة بتاعتها وفرت لي بصراحة. وده طويلة كده طلعت، بصوا ده عملتها كده طويلة خالص. ممكن احطها مثلا على الترابيزة واعملها مفرش. هبتدي بقى ان انا هظبط الحاجة دي معاكم بإذن الله. ودي باقي حتة كده اهي، دي اللي انا هعملها ستارة. هعمل بقى دلوقتي الافكار بتاعتنا مع بعض. وهنبتدي اول حاجة هنعملها يا بنات، لازم تكون عندك كرتون زي كده. بصوا هنعمل بيه العياشية. كرتون على الحجم اللي انت عايزاه، والجوانب بتاعتها كده تقصيه. بصوا 2 صغيرين و2 كبار. كمان لو انت حابة تعملي اشكال تانية مثلا زي شكل هلال اهو. ده هلال، وفي هلال تاني ونجمة. انا لو اتبقت معايا يعني قماش من بعد ما القص، ممكن اعمل الاشكال دي وابطنها، يبقى شكلها حلو جدا برضو. دلوقتي بقى هنشتغل مع بعض ونشوف هنعمل ازاي العياشية. بصوا بقى، هجيب الاول قطعة قماش كده، هي قطعتين نفس الحجم، انا قصيتهم نفس الحجم بالظبط علشان هنعملها. دي اول طبقة ودي تاني طبقة اهي. هبتدي بقى ان انا هجيب الكرتون بتاعي، وهبتدي ان احنا نشتغل مع بعض فيها.
اشيل بس الطبقة دي وهفرد بقى الطبقة الاولانية. تمام، واظبط بس كده الشكل، وابتدي ان انا اقيس بقى ايه بالكرتون كده. احط الكرتون في النص واحدد الحجم اللي انا عايزاه. مثلا هجيبها كده شوية اهي، خلاص. وهحط بقى الجوانب بتاعتها يمين وشمال اهي يا بنات كده. خلاص الناحية التانية بس كده. طبعا هبتدي ان انا هثبت الكرتون ده في القماش. احنا هنستخدم الشمع، مسدس الشمع. طبعا اسهل حاجة، ممكن تستخدمي اي مادة لزق تاني براحتك، بس احسن حاجة الشمع. هبتدي احط الشمع هنا واحط الكرتونة واضغط عليه كويس قوي. هجهز بقى مسدس الشمع بتاعي وارجع لكم تاني. بصوا بقى يا بنات، هبتدي ان انا هثبت بقى ايه بالشمع كده اول كرتونة. ثواني، هو المسدس بس بتاعي ايه لسه مسخنش كويس، بس ايه احنا هنحط حاجات بسيطة يعني بس تمسك القماش. وعلى فكرة احلى حاجة في الخيامية ان هي اقل حاجة اي نوع لزق هتستخدميه هيلزق معاكي على طول. بصوا انا ثبت اول قطعة اهي. طبعا في هنا الجوانب حسيت طبعا ان في هنا ناقصة، حطيت نقط كده صغيرة وتضغطي كويس قوي بايدك. خلي بالك بقى لان البتاع ده سخن جدا، وبصراحة انا ايه يعني اتعورت منه كتير جدا، فانتي تاخدي بالك كويس قوي وانتي بتعمليه. خلاص تضغطي بس كده بايدك كويس قوي عشان الكرتونة تثبت. هعمل الناحية التانية. تتأكدي ان الجوانب هي اللي ثابتة اكتر من النص كمان عشان ما تطلعش منك بعد كده. تمام بس كده خلاص. بصوا بقى هبتدي ان انا برضو زي ما عملت اللي في النص دي، هبتدي ان انا هثبت الجوانب. اشيل بس الجنب ده، هسيب بس حوالي ملي مثلا كده فراغ، يعني ما لزقهاش، هسيب ملي بس كده بالعين يعني كده ايه حاجة بسيطة. وابتدي ان انا انزل بقى الشمع بتاعي. مش عارفة ماله المسدس، بس بصوا هي حاجات بسيطة كده هننزلها بس كده خلاص اهي. تسيبي ملي بين الكرتونة والكرتونة ونضغط بقى كويس. احس ان الجوانب ارفعها كده واحط فيها علشان ما تتحركش معايا بعد كده. والناحية التانية برضو اهي بالشكل ده كده. خلاص تمام ماشي يا بنات. بصوا بقى في حتة اهي تدوسي عليها. هبتدي بقى ان انا هعمل بقية الجوانب بالظبط نفس الشكل كده واثبتها برضو كويس قوي بمسدس الشمع. هعمل بس الناحية دي خلاص كده تمام. هعمل بقى الناحية التانية. على فكرة انا حاولت ان انا اسرع الفيديو، بس انا بجد حسيت ان انا لما اسرعه ممكن ما تفهموش الفكرة كويس قوي، فما حبيت بقى ايه اخليه زي ما هو عشان تفهموا ايه فكرة كويس وتنفذوها باذن الله وهتعجبكم جدا. هعمل برضو الناحية دي هنا برضو والناحية التانية وهرجع لكم بقى. كده خلاص يا بنات انا ثبت 3، اتبقى لي واحدة بس كده هثبتها معاكم برضو، وثبت اللي في النص. لا كده خلاص انا لزقتهم بقى. هحط بقى ايه القطعة التانية كده من فوق. بصوا بقى اهي. هبتدي بقى ان انا هلزق من تحت كده بالشمع واضغط على القماشة من فوق. تلزقي القطعة اللي في النص الاول وبعد كده الجوانب. يعني انا هبتدي الزق اللي في النص دي كده، احط كده على خفيف خالص وعلى الجوانب تحت وفوق كده. تمام بس كده خلاص. هبتدي بقى ان انا ايه انزل القماش بقى. هبتدي اهي يا بنات. بصوا خلاص هثبت بقى القماش. تخلي بالك كويس بقى وانتي بتثبتي القماش علشان القماشه ما تتحركش منك، وتضغطي بقى كويس يعني ايه تخرجي الهواء اللي موجود. ندوس كده كده على طول سريع سريع. تمام كده خلاص. هرفع بقى كده لفوق واشوف بقى الباقي اللي انا هحط عليه شمع تاني. الحته دي برضو اهي خلاص. والناحيه التانية واضغط. خلي بالكم اللي هو سخن قوي.
يعني تخلي بالك من ايدك بقى. هعمل بقى الناحية دي كده خلاص تمام. بصوا بقى يا بنات انا كده لزقت اهي على جنب جنب. هعمل بقى الجوانب برضو، هلزق برضو ايه القماش بالشمع، وتأكدي طبعا ان انتي لزقتيه كويس قوي. بصي يا بنات كده خلاص انا خلصت لزقت بقى القماشه، خلاص انتهى كده الموضوع بتاع الشمع. الشغل بقى اللي جاي ان انا هبتدي ان انا هفرغ الهواء، وهبتدي ايه هتني دلوقتي بصوا بقى هتني الجوانب دي. ممكن بقى تعمليها ايه تتنيها كده مثلا، او تدخليها لجوه بالشكل ده، على حسب بقى زي ما ترتاحي انتي بقى، او زي ما الدنيا تيجي معاكي. ممكن كده مثلا تتني كده لجوه، ممكن بقى بالخياطة بالشمع، بس انا ممكن ايه استخدم الشمعة اسهل من الخياطة، اسرع شوية من اللي انتي تخيطي بقى حتت كده صغيرة، ونبتدي بقى ايه نتني الجوانب دلوقتي، وهقول لكم انا تنيتها ازاي. خلي بالك ان انتي ايه لازم يكون الاتنين، يعني انا غلطت برضو هنا ان اللي كان جات حتة زيادة، بس مش مشكلة، ممكن ايه احاول ان انا اصلح الموضوع واتنيها. بصوا بقى يا بنات كده خلاص انا تنتها كده لجوه. هبتدي بقى ان انا هوقف بقى كده افضي الهواء، بصوا اخرج الهواء اهي، والناحيه التانية كمان اهي. بصوا يا بنات اهي، توقفي بقى كده الجوانب خلاص، توقفي الجنب التانية. بصوا بقى يطلع شكلها جميل جدا، حاجه كده سهله وبسيطه ومن صنع ايدك بقى. عندي شريط ستان، اي شريط طبعا انت براحتك، بس انا حبيت انه يكون لونه احمر او نبيتي. بصوا بقى كده ايه هربطها كده. طبعا انت بتسيبي الحاجات الشراشيب اللي طالعه دي، يعني بتدي منظر ليها. حابه ان انت تقصيها براحتك قصيها براحتك، بس انا حابه ان هي تبقى كده ايه متسابه، يبقى شكلها احلى. اعمل برضو الجنب ده. بصوا بقى يا بنات مش عايزه اقول لكم جميله جدا وسهله قوي. وتربطي بقى كده كويس، تحطي بقى فيها يميش رمضان، تحطي فيها ورد، تحطي فيها حاجه بلح، اي حاجه بقى رمضان بقى، وتحطيها على السفره بتاعتك، تحطيها في اي مكان. بصوا بقى شوفوا شكلها عامل ازاي اهي. هربط بقى بقيه الناحيه التانية، نطلع دي بس بره كده اهي. وممكن كمان تستخدميه كمشروع، تعمليه مثلا في بيتك وتبيعي الحاجات دي في رمضان، مناسبات حلوه جدا. بس طبعا ايه تتاكدي ان هي متقفله كويس قوي. ده يبقى كده شكلها، وتعمليه ممكن مشروع من بيتك ويدخلك فلوس. بصوا بقى تربطيه كويس كده خلاص. ممكن ان انتي بتعرفي تعملي فيونكات بقى ايه، ممكن برضه تدي شكل حلو. افك بس دي عشان حاسه ان هي ايه مش معموله كويس. كده خلاص يا بنات كده شكلها خلص. هنشوف بقى باقي الفيديو مع بعض، ويلا نشوف هنعمل ايه تاني من قماش الخياميه. يلا بقى نشوف. كده يا بنات خلاص ده كده شكل الستارة دي، عبارة عن ان هي اتقصت. باقي من المربعات اللي انا طلعتها عملت الاطراف بتاعتها زي ما انتم شايفين كده على شكل مثلث. بصوا، وحبيت ان انا ازينها بحاجة كده بسيطة من الشريط اللي انا وريته لكم في اول الفيديو اهو. بصوا، وحطيت كمان فوق حاجات كده بسيطة، يعني محبيتش احط حاجات زيادة عن كده عشان ما تبقاش شكلها ملفت وتبقى شكلها وحش. طبعا دي اتبقت من المربعات اللي انا كنت بطلعها وعملتها مفارش معاكم. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واشتركوا في